فريق الاول ستار بالجزاء بالسويد. ضربات متتاليه، دان موحدي قريب ان يوقف النزال واخذ محاولة خانقه وتحت اعتقد بدايه النهايه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بوكسينج بالعربي في نزال رائع، نزال في القتال المختلطة، نزال الذي جمع بين المقاتل الجزائري خالد العلام ضد العراقي كرار رحيم علي. نزال رائع يستحق المشاهدة، نزال سينتهي في الجولة الأولى بإخضاع رائع، فوز ممتع للجميع. فلا تنسونا بالمشاركة في القناة، دعما لنا النزال وشكرا. الثالث في هذه الليله، محاولة ضرب منذ أول لحظة، ما في عندنا أيضا جس نبض، ضربات متتالية من قبل المقاتل الجزائري أمام الركن العراقي. محاولة إسقاط من المقاتل العراقي، ولكن دفاع جيد من المقاتل الجزائري. إسقاط لما يعني ما كان كامل، لازم المقاتل العراقي يقرب ركبه إلى السياج ويرفعه إلى الأعلى. وشوف المقاتل الجزائري قريب انه يمسك السياج. دان موحدي موجود قريب. كرار رحيم قاعد يتلقى ضربات. المقاتل العراقي لازم يحاول يغير لسنجل ليج. طول المقاتل الجزائري عم يساعد بانه يضل متوازن ويضلوا اجريه على الارض. وحتى الرفعه مالته، رفعه كرار كانت عاليه جدا، والمفروض يغير مثل ما انت قلت من ساقين لساق واحده. لما ما تمشي المشكله قاعد ياخذ ضربات كثيره من قبل المقاتل الجزائري. دقيقه من الضربات المبرحه، يسحب الى الخلف. محاولة الإسقاط بهذه الطريقة المستميتة راح تجهد المقاتل العراقي. نسمع تعليمات الركن الأحمر. ضربة قوية، أعتقد استقبل ضربة ركبة كرار من قبل المقاتل الجزائري. خالد قاعد يحاول يشوف ضربات. طبعا خالد يتدرب فريق الاول ستار بالجزاء بالسويد. ضربات متتاليه، دان موحدي قريب ان يوقف النزال واخذ محاولة خانقه وتحت اعتقد بدايه النهايه وانتهت النزال. نزال سريع ونهاية جيدة من المقاتل الجزائري، يعني ما أعطى مجال أبدا للمقاتل العراقي أنه يتصرف بأي يعني حتى لما حاول يروح على حركة الإسقاط كان دفاع ولا أروع من قبل المقاتل الجزائري. نقطة ضعف المقاتلين العراقيين هو القتال الأرضي للأسف، ونقطة قوة المقاتل الجزائري هي الجيجيتسو. مشاهدي قناة بوكسينج بالعربي، نشكركم المشاهدة والمتابعة، ونلتقي مقطع آخر إن شاء الله تعالى. كان نزال رائعا من كلا الطرفين، وللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى قد استمتعتم بهذا النزال الرائع. إن شاء الله هذه القناة ستكون مخصصة بأبطال المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك الأبطال العرب. إن شاء الله ادعمونا بلايك والمشاركة في القناة حتى يصلكم كل جديد، ونلتقي في مقطع آخر إن شاء الله تعالى.